كمش الحوايج باش تفهموا، لان المتابع كيتسائل علاش غيزان ما بغاتش تشرح لنا واحد المشكل اللي عندها، علاش ما باغاش تهضر، علاش ما باغاش توضح للناس باش يفهموا شنو واقع، شنو المشكل، علاش زعما كتبكيو غير في الخفاء. اليوم صراحه الواتساب ما سكتش، عندي بزاف ديال الناس كيتصلوا بيا، شي كيقول لي ما تخرجوش المشاكل ديالكم اليوتيوب، شي كيقول لي لا خصكم تعاودوا لينا باش نفهموا، لان كاين واحد التناقض. ولكن من حق المتابع يعرف اشنو واقع في الكواليس، من حق المتابع يعرف المشاكل، لان كاين اللي ما غاديش يبغي انني نهضر على المشكل، كاين اللي جاب له اننا كنتاجروا في المشكل. ولكن يا ريت لو كان فعلا هذا الشيء راه غير شي حل موفقنا منه. فعلا اختي غزلان واقعين لها ماشي مشكل، ماشي جوج مشاكل المتتبعين. الخلاصه ديال القول مشاكل. ولكن اليوم ان شاء الله غادي نشرح شحال من حاجه. وقبل ما غنبدا في الموضوع ديال غزلان، بغيت نقدم واحد الرساله للبنات اللي كيتزوجوا. قبل ما تزوجي اختي شوفي فين كتلوحي رجليك، شوفي لان الراجل قبل الزواج ماشي هو الراجل بعد الزواج. راه كتكوني كتعرفيه ب3 سنين ب4 سنين بالعامين، ولكن نهار كياخدك اولا كتاخديه وكيوقع شي مشكل ما كيبقاش يعقل عليك كما بغيتي تكوني. غير باش تفهموا شوفي فين كتلوحي رجليك، لان الراجل اللي ما يوقفش معاك في الحزه ما عندك ما ديري به. يعني العائله اللي ما توقفش معاك في الحزه ما عندك ما ديري بها. صراحه واحد السيد كان وقع لينا معاه مشكل، ولكن منين وقعنا في مشكل لقيناه حدانا، لقيناه قدامنا، ما عمرنا ما غنساو الخير ديالو. داكشي باش كنقول لكم البنات شوفوا فين كديروا رجليكم. وواحد الحاجه، هذه رساله للبنات، واحد الحاجه مثلا انت خدامه بخدمتك وفلوسك وهذا، اختي ما تشاركيش معاك الراجل في داكشي. هو يتكلف بداكشي ديالو وانت تتكلفي اختي بداكشي ديالك، لانك راه كتعطيه الفلوس وتعاونيه وتوقفي معاه، والنهار ما تيبقاش عندك الفلوس ما تيبقاش يعطيك القيمه نهائيا، ما كتبقاي تسوي عنده حتى حاجه. كما تيقولوا النهار الاول كيموت المش. لهذا فلوسك ديالك اللي ديالك راه ديالك، واللي ديالو راه ديالو. يعني الراجل الا عاونتيه ما فيها بس، ولكن باش يبغي يكشطك ويقحمك في مشاكل، والنهار اللي كتحصلي كيقول لك عومي في بحرك دبر راسك، انا ما عندي حتى شي علاقه، انا ما خديتكش هكا، انا ما خديتكش بالمشاكل، انا هادي سيري لداركم، شوفي مع مالين دارك شوفي. فما عندك ما ديري به من الاخر اخوتي المتتبعين. ويقدر الناس اللي غادي يفهموا هضرتي مزيان، يقدر الناس اللي غادي تجيهم في شي شكل، لان انا ما باغاش نقول المشكل الكبير اللي واقع لغزلان الا جيت نتعمق فيه راه صعيب اخوتي. كاين صعيب نيت هادشي غادي نقول لكم راه صعيب اخوتي المشاهدين. راه قالت لكم اختي غزلان اللي باغي يعرف المشكل يتواصل معنا في الخاص وغادي نشرحوا له. ماشي زعما كنخافوا من شي واحد اننا نقولوه ولا، ولكن كاين اللي غيفهم الموضوع غلط، وكاين اللي غادي يدير بزاف ديال التاويلات، وكاين بالنسبه للعقوسه راه ما عندها حتى شي مشكل مع عقوسه. غير باش تفهموا اخوتي من الاخر غزلان اختي تعرضات الخيانه الواحد الخيانه كبيره صراحه. كانت مسكينه كتوقف مع بنادم كدير الخير، كتعاون هذا كتعاون هذا كتعاون هذا. هي واحد الانسانه قلبها ابيض كتوقف، عرفتي هي اللي عندها غير 100 درهم كتفرقها مع بنادم، ولكن ملي وقعوا لها هاد المشاكل بالضبط ما بقى عقل عليها حتى شي واحد. صراحه الله من غير المتتبعين ديالنا الله يكثر خيرهم، شحال من متابع مسكين عيط عليا، شحال من متابع. المهم غنخلي لكم النمره اللي باغي يتواصل واللي باغي يفهم النوع ديال المشكل، لان اخوتي بزاف ديال المتابعين عاودنا لهم المشكل في الخاص، بزاف ديال الناس ونصحونا قالوا لك هادشي ما بغيناش يخرج اليوتيوب، غادي يتعالج المشكل غير على برا حتى غتلقى ان شاء الله غزلان الحل. لان ماشي غير غزلان اللي كاينه، حتى حنا كاينين معاها، ما تنعسوا ما كناكلوا يعني الحاله النفسيه ديالنا كاملين مرض، خاصه الام ديالي والاب ديالي. اش غنقول لكم في واحد الحاله با مسكين عنده مشاكل كبار في المحكمه على ود الورث. صراحه الله حكمات واحد اش غنقول لكم، حكمات له واحد الجلسه وتصدم فيها. يعني واحد الارض اللي ديالو مكتوبه عليه غادي تمشي
كيلو. وكذلك بزاف ديال المشاكل، كاينين اليتامى ولاد مونا اللي مقحومين في الامر، يعني مسكين با ما كيتو المحامي، ما كيتو المصروف، ما كيتو الغزلان ومشاكلها، ما كيتو بزاف ديال الحوايج. و شي طلاق قدام هذا المشكل راه كيجي عادي جدا، يعني تطلقي الا ما تفهمتيش مع الراجل راه تطلقي وكيمشي في حاله وتتمشي في حالك. ولكن فاش كيكون واحد المشكل اللي طويل اش غنقول لكم، طويل وكبير، راه كتقولي من هاد الحياه. راه غزلان راكم عارفين النفسيه ديالها غير شويه، كتقولك غندير شي حاجه في راسي، غنفعل، غنترك، غنفطم الولد، غندير، غنفعل. عتي ولدها تبارك الله راه دابا في عمره 6 شهور، راه والله العظيم غتشوفوا غتقولوا في عمره شهرين، لانه مسكين كيرضع الغيار ما تيزيدش نهائيا. دائما شت لي نقطع لك، دائما المشاكل، دائما هذا، دائما هذا. فنتمناو يا ربي يلقى الحل من عنده، واللي باغي يتشفى، واللي باغي يقول نتوما سعايه يقولها، اللي باغي يقول كل واحد شتي راه كل واحد كيخلصوا الله. واليوم عندنا مشكل غدا غادي يكون عندك تانتي، لان شحال من واحد كيجي يكتب ليا ورا العقبالك تانتي ولا ما تخرج لك سالمه ولا ما تخرج لك كذا. راه اختي راه ما درت لك والو، ولا اخويا راه ما درت لك والو، راه ما ديت لكش رزقك، راه ما تفليتش عليك، راه ما كذبتش عليك، راه ما نصبتش عليك، راه ما درتش شي حاجه باش انك تجي تكتب لي داك التعليق، اولا تسبني، اولا تقولي خرجوا فيك الذنوب لالياتك، اولا خرجوا فيك الذنوب. لو كان تيخرجوا الذنوب، لو كان خرجوا الذنوب ديال توريا اللي مشات لها 14 مليون وهي مريضه بالكونسير الله يستر، لو كان كيخرجوا الذنوب، لو كان خرجوا مجموعه ديال الذنوب ديال الناس اللي ترزاو في رزقهم وهما ناويين غير يديروا الصدقه، اولادك هذوك ما تيخرجوش سبحان الله العظيم فيهم الذنوب، غير حنا اللي كيخرجوا فينا الذنوب. ولي تشفى راه كيتبلى. هادشي اللي غادي نقول لكم، وكنبغي نشكر الناس اللي واقفين معانا وتضامنوا معانا، الله يكثر خيركم. غزلان راه ما داياش دابا، هي راه باغا تقول لكم المشكل وخايفه تقول لكم المشكل. مهم الله يدير شي تاويل ديال الخير اخوتي المتتبعين. هادشي اللي غادي نقول وغنختم هذا الفيديو وبسلامه عليكم. انا بغيتكم غير تدعوا معانا، هادشي اللي بغيت.